السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم غادي ندوي على واحد الخصلة اللي ولا بد أنه تكون فيك إلا بغيتي دير القدام وإلا بغيتي توصل لشي حاجة. فيعني كشخص اللي كيتقاتل مع على قبل المستقبل ديالو، كيتقاتل على قبل باش يكون أحسن نسخة من نفسه ويوصل لواحد الهدف اللي باغي هوايا. فخاص تكون فيك واحد 3 الخصال، ماشي خصلة، 3 اللي هي اول حاجة نبداوها هي الصبر. راه الصبر هو كل شيء. خاصو يكون عندك واحد الصبر يعني اللي كبير باش انك تقدر توصل، لانه في هاد الطريق هادي ديال انك مقاتل مع راسك ومقاتل على مستقبلك، فراه ضروري تواجه بزاف المشاكل وبزاف العقبات. هادشي على قبل على قبل باش تقوي شخصيتك وتكون مناسب لذاك المقام اللي بغيتي توصل ليه. فاهمين؟ دونك فكونوا على يقين انك ما حد الحلم عندك كبير، ما حدك غدوز من حوايج اللي صعاب. علاش؟ باش يعني تولي شخصيتك قوية وتكون مناسب لذاك المقام بكل اختصار. لذا فتفاءلوا خير. مهما هذه هي دابا، ولكن والله تعالى تفاءلوا خير وثقوا في الله سبحانه وتعالى وما يكون الخير. نرجعوا لحنا النقط اللي انا بغيت نوصلها لكم في هذا الفيديو هذا. قلنا اول حاجه هي الصبر، يعني صبر ثم صبر ثم صبر ثم صبر، الحمد لله وشكره. تاني حاجه يعني مهما واجهتي من مشاكل فغادي تلقى راسك طايح في الاحباط، غتلقى راسك طايح في يعني ما كتفقد المعنى من الحياه، يعني كتطيح في الحزن. وشوفوا علاش انا كندوي على هاد المشاعر السلبيه بزاف وكنحاول نعطيكم حلول باش تخرجوا منها، لانه هي اكثر حاجه كتضعف الانسان. كذب عليك كذاب. جيبوا لي شي انسان اللي سعيد بحياته يعني فرحان وكذا وهذا وهذا وتلقاه ضعيف، لا كتلقاه ناشط وباغي يجرب هادي وتلقاه عنده واحد المرونه في شخصيته وبزاف الامور. واخا حنا عارفين بلي راه حتى حد ما فرحان 100%، ولكن راه كاين الناس اللي كيخلقوا السعاده، لانه السعاده راه ماشي شي حاجه اللي كتجينا من السماء، السعاده حنا اللي كنخلقوها. يعني انت الا بغيتي تكون شخص سعيد فراه خصك تقاتل على قبل باش تولي انسان سعيد. لذا ركزوا معايا مزيان على هادشي اللي كنقول واللي غيعاونكم باش انه تكونوا بواحد الشخصيه اللي قويه. فكما قلت الحزن ودوك المشاعر السلبيه راه كلها كتحبط الانسان وكتخليه ضعيف، يعني كيولي ما قادر على والو، كيولي يعني ما كيبقاش داك الشخص اللي كيحلم كبير وتيقول غنوصل وكذا وهذا. لا، صافي راه تهرستي نتايا، تهرستي بمعنى الكلمة لدرجة انك ما غاديش تقدر دير والو، ما غاديش تفكر حتى في داك المستقبل، تتولي فهمتي يعني كتولي مكتئب، ما فاقد المعنى من الحياة. لذا علاش مهما المشاعر اللي غتواجهوها ولا تكون يعني بواحد التأثير اللي سلبي بزاف، فحاولوا تقبلوه وتفهموه. يعني كما قلت لكم فالصبر راه خصو يكون ملازم ليك. لذا الا ما كنتيش تتصبر ما غاديش تقدر تقبل داك الشعور. مثلا نقولوا جانا الاحباط، ما بقيت قادره انا ندير والو، ما بقيتش، صافي عييت، فشلت كذا هذا. فإلا تحت في هاد السيتوياسيون هذا اشنو غادي ندير؟ فاول حاجه خصني نتقبل انني كاينه في واحد الوضعيه اللي ماشي عاديه، ياك ماشي عادي انني نكون في ديك الوضعيه. لذا اشنو غادي نتقبلها ونحاول نلقى حلول ليها، ماشي غادي نبدا نفرصي على راسي ونقول لا هبه لا خصك ترجعي كما كنتي، لا راه خصك ديري لا هذا، ونبقى نفرصي على راسي ونضغط على راسي، ولا ما من حقكش تشدي واحد الراحه، وما من حقكش يعني ترتاحي، وما من حقكش يعني تسلمي للامر، لانه حنا التقبل كنشوفوه استسلام. فنقول لكم واحد الحاجه، انا فاش طحت في البورن اوت
ما قدرتش نتقبله، يعني كنت نقول أنا ما قادرة باقي ندير حتى حاجة، ما قادرة باقي ندير حتى مهمة من دوك المهام اللي كندير في حياتي، وحتى أبسط حاجة ما قادراش باقي نديرها، ولا كنقول لا هبة لا خصك تنوضي، راه باقي تابعك هادي وتابعك هادي وتابعك هادي وعندك ما يدار وأمور لي مهمة خاصك ولا بد تنوضي، ما يعني ما كنقولش بلي راه خاصني نرتاح، لا ما خصنيش نرتاح، لا ما محقاش نرتاح، يعني كنت نفورسي على راسي أكتر، كنحاول ما أمكن أنه يعني نرجع كما كنت، ولكن ما قدرتش، يعني راه واخا نتقاتل حتى انايا كنلقى راسي درت حاجة جوج حوايج في النهار ما قدرتش ندير قاع داكشي اللي كنت مورفة كندير عادة، لذا فكانت صعيب عليا بزاف انني نتقبل الامر، لانه انا عندي امور مهام نورمالمون خصني نديرها، فما بغيتش انه نستسلم، كنقول راه الا جيت نتقبل الامر ونقول ها هبه لا راه كيف واحد السيتوياسيون اللي صعيبه شويه واللي خصك لها الوقت باش تخرجي منها وعطي راسك الراحه وكذا، لا لا قول لي كل شيء الا تقول لي هبه تستسلمي، الا تقول لي هكذا صافي يعني خصني نستسلم، لا انا مش نستسلم والله الا كنتي تحابني وزعما الا عطيت لراسي الراحه راه عباره عن استسلام، فهمتوا يعني صافي، وكنحاول نفرضي على راسي كتر وما عاد نضل نبكي ويا ربي تعاوني وما عرفتاش والحاله اللي لا يرثى لها. وصراحه شكرا لواحد الصديقه اللي هي كانت صراحة هي اللي كانت تعاوني وكتقول يا هبة راه خاصك ديري واللي ديري هبة، فراه انت راه ماشي يعني كذا، راه ماشي كتبغى تستسلمي ولا شي حاجة، ولكن راه خاصك نيت الراحة باش تخرجي منها، دونك يعني صراحة عاونات عاد الاهل تاعي حتى هما والاصدقاء الاخرين صراحة ماشي يعني هي بوحدها، بزاف الناس اللي وقفوا معايا ولله الحمد، وهادشي كله بفضل الله سبحانه وتعالى، لذا فتقبل راه ماشي استسلام، لا تعطي راسك الراحة راه ماشي استسلام، عافاكم تقبلوا هذا الامر يعني راه انا براسي ولقيت مشكل مع الفكرة هذه، ولكن يعني فاش انه تقبلت الامر ودويت مع راسي اللي هو راكي زعما كتعيشوا هاد الوضعية اللي صعيبة فتقبليها وحاولي تعطي راسك الراحة باش ترجعي، لانه ما حدك انتي كتقاومي ما حد الامر غادي يزيد يطول معاك، لذا حاولي تصبري وتقبلي الامر، اش قلت تصبري لانه راه كما قلت لكم ما كنتش انا عندي الفكره ديال انه الا جيت نرتاح راه صافي استسلمت صافي راه هزيت الرايه البيضاء، لذا كان عليا نصبر على راسي ونصبر على الافكار اللي كيجوني ونتقبل الامر بزز مني، فاش تقبلته اشنو جات المرحله الاخرى هي انني نبحث على حلول، فحاولت انا نقلب على حلول لا تخليني نخرج من ديك الوضعيه باش نرجع لحياتي كما هي، لانه عندي بزاف الالتزامات خصني نديرهم فما خصهاش طول الراحه تاعي، لذا فكنت بقيت نقلب على حلول سريعه وكذا، ولكن راه حتى حاجه ما كتلقايها بالزربه، يعني خاص الوقت باش تخرج من واحد الوضعيه اللي كتكون خاصة لأول مرة تواجهها، ما عرفتش واش صراحة إذا كانت تاني مرة ولا تعودت معك تجي قاصحة تاني، ولكن يعني فاش ما تكونش عندك فاش نقول أول مرة يعني ما عندكش تجربة عليها وما عندكش خبرة فيها، لذا فكتجي صعيب أنك تلقاي حلول وكذا وهذا، ولكن ولله الحمد فضل الله سبحانه وتعالى ربي كيسر، يعني نتوما حاولوا تقلبوا الحلول وباش تلقاو دوك الحلول توجو الله سبحانه وتعالى، فهمتوا يعني اجي الحاجه اللي كنت ندير وقت ما يعني طرات لي شي مشكل ولا اي حاجه كنمشي كنشكي على الله سبحانه وتعالى، بلاصه ما تشكي على واحد الصديق ولا صديقه ولا تشكي على الاهل تاعك وتزيدهم هم على هم وتعطيهم ديك الطاقه السلبيه اللي فيك، حاول ما امكن انك تمشي تشكي على الله سبحانه وتعالى ولا غادي يصاوب لك حياتك ولا قادر يصاوب لك حياتك ويوفقك فيها،
أما الناس راه ما غادي تفيدك ما تضرك بتا حاجة، فاهمين؟ يعني فهاد السخل كلها اللي درت على هاد الدائرة كلها وهاد المواضيع كلها اللي دويت عليها فكلها داخلة في عدم الاستسلام. يعني كون استسلمت ما ما غاديش ندير هادشي كامل، واش فاهمين؟ يعني بحال قاع ما غاديش تطيح اصلا في داك البورن اوت وما غاديش تجربو. واذا كنتي شخص مستسلم فمن الاول غادي باش انه يعني تحاول تقاتل باش توصل لاحسن نسخة منك، راه خاص تكون فيك هذيك عدم الاستسلام، لانه لا بد راه غادي تعيا. مثلا قلنا انا بغيت نولي انسانه اللي كتقرا كتوبه، فانا واحد الشخصيه اللي ما كتقراش، مولفه الافلام والمسلسلات لي ريلز كانوا، وجيت انا نبدا القرايه، فراه غادي نهار الاول غنكون متحمسه، نهار الثاني نقولوا كاع سيمانه وانا متحمسه، ولكن راه غادي تدوز واحد المده غادي نلقى راسي صافي مليت بعد الملء، خصنا اللي كنتي كتقرا كتوبه. اما الروايات راه ما غاديش نملو منهم، ولكن الكتوبه راه سبحان الله ما كتمل. لذا فإلا مليتي اشنو غادي يطرا؟ انت شخص ما فيكش هاد الخصله ديال عدم الاستسلام، مليتي غادي تخلي كلشي وغادي تجلس للارض ترجع للافلام والمسلسلات وكذا وكذا. لذا علاش قلت الانسان اللي مستسلم محال واش يطيح في البرن اوت، واش فاهمين؟ محال واش يطيح فيه. محال واش غادي يدوز يعني دوك المشاكل اللي تخليه يتقوي، خليه يقوى اكثر. لذا فعدم الاستسلام كيخليك انك تواجه مشاكل اصعب مشاكل اكثر، باش انه كت هذا كتقوى شخصيتك باش تناسب داك المستوى اللي بغيتي توصل ليه. دايره بحال اللعبه في الاول ما كيبداوش معاك بالمستوى الصعب، كيبداو معاك داكشي باس بسيط، كيبداو معاك بداكشي البسيط صافي. اين فوا كتربح كتمشي للمستوى الاخر كيبدا يصعب شويه، تربح تمشي للمستوى الاخر كيصعب شويه. انت شخص مستسلم، فراه من الاول يعني اول مرحله غادي تدوزها في ديك اللعبه غتخسر، غادي تهز الرايه البيضاء وغادي تمشي تجلس للارض. اما الا كانت فيك ديك الخصله ديال عدم الاستسلام فراه هي اللي غادي تخليك تمشي للمراحل الاخرى، واللي غادي تخليك تطور من المستوى تاعك. واش فاهمين؟ نتمنى تكون يعني وصلتكم الفكره، لانه فاش قلت لكم راه عدم الاستسلام كيخليك تواجه مشاكل اكثر ما غاديش تفهموها، غتجيكم كيفاش غريبه هذه الفكره. ولكن اذا فهمتوها بهاد القضيه ديال اللعبه راه لا ميم نفس الشيء، فاهمين؟ نفس الشيء. لذا الله يجزيكم بالخير. كما قلت لكم في فيديو قبل، كونوا صحاب لنفسكم، يعني انت صاحب نفسك. وانت كتقاتل غادي تدوز من الاحباط، غادوز مشاكل، غادوز بزاف ديال العقبات في الدنيا باش توصل لديك احسن نسخه منك. لذا ما تستسلمش، اصبر وتقبل اي احساس جاك صعيب. تقبل انك راك انسان وراك خاصك ترتاح مرة، وفي الاخير دعي الله سبحانه وتعالى وهيوفقك. ولكن كما قلت ما تستسلمش. لا تستسلم. لا تستسلموا. والله يوفقكم جميع ويوصلكم لأعلى المراتب إن شاء الله. ما عرفش واش نزيد ندوي ولا نسكت، بارك عليكم. المهم في هذا الفيديو كنتمنى تكونوا شديتوا معايا عدة الأمور اللي أهمها عدم الاستسلام، لأنه في عدم الاستسلام أنا كيجيني الصبر مرافق ليه، في التقبل كيجيني الصبر مرافق ليه. يعني راه فاش ندوي على هادشي هذا راه كندوي سبحان الله العظيم، راه اي خصله كدوي عليها راه كتلقى مرافقه ليها بزاف تاع القيم وبزاف تاع الخصلات اخرى. يعني كشخص اللي فيه عدم الاستسلام راه كتلقى ضروري ما يكون فيه الصبر، ضروري ومؤكد. شخص فيه يعني كي يعني كيفاش نقول لكم، المهم فهمتوا الميساج بلا ما نبدا نفسر اكثر.
يلا نتلاقاو في فيديو جديد، كنتمنى تكونوا استفدتوا، والله معاكم والله يوفقكم، وإن شاء الله راح توصلوا، إن شاء الله ربي كبير راه غادي توصلوا. ايوا توكلوا على الله سبحانه وتعالى وما تستسلموش. بالتوفيق.